النهارده رن علي واحد صاحب اسمه ميدو ملكاوي من جرجي، طبعا هو مصور مشهور وكلكم عارفين. اول ما طلعت من المحطه لقيته واقف مستنيني بالعربي. انا عربيتي كانت في الصيانه فرحت له بالقطر، وهو قال لي انا عربيتي قاعده. سلمت عليه وركبت معاه وطلعنا. يا ولد يا في معاك؟ قال لي بس تعال ادرك وتفهم كل حاجه. رحت وقعدنا على القهوه، راح طلب لي شاي. طب يا ولد انا عايش شاي حتى موز باللبن ولا قهوه فرنساوي. طلب لي شاي وقاعد جنبي كل شويه يجي له تليفون يجي له تليفون، وانا بيني وبينكم اتزاول من التليفونات الكثير. قلت له انا جعان، قال لي تعال يلا بينا انت جيت في وقتك. رحنا يا مطعم ام حسن في وش المزلقان الوسطاني. انا طالما فيها اكل اتكلمش، استنى الاكل ينزل. خدته ودخلنا المطعم. بيني وبينكم انا ما كنتش متخيل انه جرجي يبقى فيها الشغل العالي دي. اول ما دخلت المطعم انبهرت بصراحه بالمساحي، المكان واسع والترابيزات تنفع للعزومات والاعداد كبيره، ومكيف الهواء والديكور حاجه محترمه. اديتها بصه وقلت تعالى يا نقعد في الترابيزه دي، ترابيزه على جنب كده وفي الهداوه. يا دوبك كملتش معاه دقيقتين راح داخل علينا واحد يقدر راجل محترم، انا ما كنتش عارف انه صاحب المكان في الاول. قاعد يسلم عليني وراح ميدو عرفني بيه وقال لي ده يا صاحب المكان. طلع ورقه وقلم من جيبه وقاعد يكتب بط ووز وحمام وكفته وشغل وشويات. طبعا انا عرفت انه ده اعلان. اللي فهمته من القصه ومن الموضوع من الورقه والكلام انه ده اعلان. قلت يا استغل ذكائي، رحت واخد تليفونه ورحت على جنب. قلت ارن على اصحابي بسرعه ياكلوا لهم لقمه عشان اول ما ينزل الاعلان يقولوا كان خدنا معاك. الو فينكم؟ طب رن على العيال وتعالى بسرعه. لا فيش مشاكل، ميدو راح يعمل اعلان في مطعم ام حسن، هذا اللي في جرجي، هذا اللي في وش المزلقان الوسطاني. تعال بسرعه، رن على العيال كلهم. تعال ما تطولش، مستنيك اول ما نطلع فوق تلقاني مستنيك. بس وبعدين رجعت قعدت قلت ابص لي بص على المنيو، هل ده مناسب للعزومات والاكلات ولا تروح تبيع اللي وراك واللي قدامك عشان تعمل لك عزومه للبيت ولا الجماعه ضيوف معاك. لقيت فيه اسعار حلوه، عرض 800 وعرض ب 400 وعرض ب 200 واسعارهم في متناول الجميع. طبعا يا الناس الجدعان اصحابي وحبايبي وصلوا بسرعه، في ناس تاني ما قدرتش توصل. انا الصراحه كنت عايز الم البلد كله، بس هم دول اللي حماتهم هتحبهم هم اللي وصلوا لي بسرعه. المهم قعدني نزلت السلطات والحبشتكنات والبدنجل والسلطه والملوخيه والدنيا، وبعدين جاتني الصينيه دي مدخنه. الصينيه انا قلت يا الدعك كله في الصينيه دي، ايش حمام وش لحمه ضاني وش لحمه بلدي وش فريك وش رز وكفته وداك يا عمك الرئيس. الصراحه لو معاك جماعه ضيوف تاخدهم وتطلع على هناك تزقهم في الصينيه زي دي تكتم على نفسهم، تكتم على نفسهم على طول، فمش حد يتكلم تاني تسمعش نفس حد فيهم. شوف الصينيه، شوف الاكل، شوف الاكل يا رجل، تشبع قبل ما تاكل يا راجل، يا تشبع قبل ما تاكل يا راجل. بس بعد جتنا الملوخيه والطشه، الطشه اللي داخله في نخاشيشك ابوي ما اقولكش. الملوخيات انا كنت خفت متكبوا عليه الملوخيات، بس الصراحه هو كان حريف واحنا سقفنا له. بعدها شربنا كوبايه الشاي عشان نحبسوا به. وده مطعم ام حسن فرع جديد فتح في جرجي، مركز جرجي محافظه سوهاج. شربنا كوبايه الشاي وقمنا روحنا وبس خلاص على كده. واي حد يروح لهم هناك يا عم كده اول ما يدخل بس على طول يقول لهم انا تبع ايليا منير وميدو ملكاوي، هيتظبط اخر تظبيط، هيعملوا معايا الواجب من الاخر.